تاخدوا منتم النار ولا ينكوي بيها مصر واحد. انتوا وانا معاكم ناخد النار في قلوبنا وفي صدورنا احنا ولا ينكوي بيها مصري واحد. احنا موجودين عشان كده، ودي اشرف واقدس مهم. البعض يتساءل، وهذا سؤال رائج وشائع، يعني من قام بتشييد 500 كيلومتر من الأنفاق لماذا لم يشيد مآوي يلجأ إليها المدنيون خلال القصف؟ هذه الأنفاق من أجل أن نحمي أنفسنا من الطائرات، نحمي مقاتلين من الأنفاق. أما القطاع غزة فأنت تعلم والجميع يعلم بأنه 75% منه لاجئين، واللاجئين هو مسؤولية الأمم المتحدة في حمايتهم، مسؤولية الاحتلال. خسائرنا تكتيكية وخسائر عدونا استراتيجية، هذه حقيقة. هذه الدماء، دماء الأطفال والنساء، هذا التشريد، هذا التجويع، حرب الإبادة الجماعية اللي بترتكبها القيادة الصهيونية، خسائرنا تكتيكية. الحمد لله. خسرت عائلتي، وخسرت بيتي، وخسرت اخوتي، وخسرت كل حاجة في غزة. هذا خسائر تكتيكية. وجع القلب خسائر تكتيكية. المجاعات وغلاء الأسعار والفساد اللي بيصير برضه خسائر تكتيكية. كل إشي بيصير في غزة خسائر تكتيكية. ما تزعلوش، هذا تكتيكية، لأنه اليهود إيش خسروا؟ استراتيجيا. هذه وجهة النظر. حسبي الله ونعم الوكيل. هنا غزة.